يا صباح الخير والسعادة على أجمل متابعين في الدنيا، يا صباح الورد والياسمين، صباح السعادة، صباح الأمل والرزق والهنا، صباح كل حاجة حلوة على عيون حبايب قلبي. تعالوا كده مع بعض روتين جديد نبدأه بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة كده قومي كده من الفجرية، اعجني واخبزي واملي بيتك كده سعادة ورزق. تعالوا مع بعض كده، عندي 3 كوبايات دقيق محيرني، فقلت عايزة اعمل غدا النهاردة كده اللي هو بقى ايه. يعني الاولاد نايمين طبعا، فقلت اسيبهم اليومين دول كده قبل الدراسة. خلاص كده الدراسة على الابواب، الدروس بدأت خلاص، يعني بصوا يعني محتاسين ومحتارين كل الامهات. ربنا يكون في عونكم يا رب ويعينكم كده ويديكم قوة كده وطاقة من عند ربنا سبحانه وتعالى. بصوا بقى، يعني انا ايه عجنت كده زي ما انتم شايفين 3 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم كده ايه حبايب قلبي. انا حطيت في الاول كوبايه من الميه، وكان عندي حته صغيره كده من الخميره البيره. بصراحه يا بنات بتقعد عندي من السنه للسنه ما شاء الله، يعني بجيب القالب كده وبحطه في الفريزر. صراحة والله أنا مش فاكرة سعر القالب كام، بس أنا كنت مصوراه قبل كده معاكم يعني، وباجي بحطه تحت إيدي في الفريزر، ولما بحتاج أي حاجة للمعجنات بروح مخرجة. طبعا انتوا عارفين المعجنات قليله قوي اليومين دول، بس خلاص المدارس داخله على الابواب، فبنبدا نعمل معجنات كتير علشان خاطر انتوا عارفين اولادنا والمدارس، ونبدا نشكل ونعجن يعني بص حوارات كده كتير. فربنا يعيننا يا رب، اللهم امين. انا بعمل ايه النهارده؟ انا فكرت كده اللي هو بقى ايه، الجو حر وحاجه صعبه، وعايزين نعمل اكله، مش عايزين رز وطبيخ، مش عايزين اي حاجه من الحوارات دي، ففكرت ان انا اعمل حاجه حلوه كده. تبقى جميله ولذيذه وخفيفه. ايه هي؟ خليكم بس معايا للنهايه. عجنت كده دوت ايه يا حبيب قلبي، دوت عيش، العيش اللي هو الايه صغير دوت بتاع المدارس، فعلشان خاطر بقى ايه بمناسبه دخول المدارس نبدا بقى نعمل العيش الصغير دوت. فعملت كده زي ما انتم شايفين، من 3 كوبايات الدقيق طلعوا لي ايه كميه محترمه كده زي ما انتم شايفين. معلش لو هتشتروهم من بره هتشتروهم بسعر غالي جدا، لا هنولع فرن ولا اي حاجه، هنعملهم في الطاسه على البوتاجاز. سبتهم بقى ايه، قطعتهم كده سبتهم بقى يختمروا. وبعد كده بقى ايه قلت نغسل، نحط دوره غسيل ونشوف ايه اللي ورانا، نظبط دنيتنا ونظبط مسائلنا. وبعد كده ايه ندخل على رواقه كده زي اللي هو بقى ايه. بسيبهم يستمتعوا كده بالنوم، سايبهم كده ايه يستمتعوا كده شويه. فهعمل ايه، قلت اغسل واظبط واروق البيت ونشوف ايه اللي ورانا نعمله ونخلص كل اللي ورانا لحد لما ايه العيش بتاعي يختمر. هنعمل ايه مع العيش؟ خليكم بس معايا كده للنهايه. دخلت كده على الغسيل وقلت انشرهم كده على المنشر، صراحة مش قادرة، الجو حر بره والشمس عندي بتخبط من الساعة يعني 7، اول لما بصوا كده النهار كده يشقشق، واول لما الشمس كده بتطلع فبتروح جاية خبطلي كده في البلكونة. اللي هو انا ما اقدرش صراحة، انا حاطة الستارة في البلكونة بس بصوا مش قادرة ان انا اطلع كده في الحر ده، فرهدة يا جماعة. فالمهم بعمل ايه، بروح جايه حاطه المنشر في الاوضه، واروح جايه مشغله كده المروحه. اقعد بقى انشر الهدوم، وبعد كده اقعد بقى اعمل اي حاجه كده في الاوضه مع نفسي كده، استجم مع نفسي. كوبايه شاي بلبن اي حاجه، فطبعا ما بنعترضش. المهم شغلت المروحه، بحط صراحة الهدوم وبشغل المروحة ما بيكملش 10 دقايق بالظبط او ربع ساعة بالكتير، بلاقي الهدوم ما شاء الله نشفت. فالمهم لميتهم من كده من على المنشر، ورحت جايه ايه، طبقتهم كده وخلصت الدنيا وظبطت الدنيا كده والمسائل. وقلت بقى ايه ان نخلص كده اللي ورانا، كان باقي فيه شويه صغيره بس كده، فردتهم وسبتهم كده ايه ينشفوا على راحتهم. ما تيجي نصلي على رسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خلي لسانك دايما كده معطر بذكر الرحمن كده على طول. خلصت كده تطبيق الهدوم، فقلت يعني اعمل اي حاجه، يعني اشغل نفسي باي حاجه لحد لما الايه العيش بتاعي يختمر. هندخل دلوقتي على المطبخ نشوف كده ايه وصل لفين، ونشوف هنعمل ايه كمان. بس قلت الاول بس اشيل شويه الهدوم اللي انا ايه خلصتها. بصوا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، يعني اختمر وبقى تمام تمام تمام. يعني بصوا الجو حر، فهو ما شاء الله يعني ما بياخدش معاكي وقت. فطبعا لو هتروحي تشتري من بره هتشتري غالي، طيب ما انا ممكن اعمله من البيت، يعني 3 كوبايات دقيق طلعوا لي كميه محترمه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله زي ما انتم شايفين كده. بططته كده على ايدي، وبعد كده ايه كده تمام، سيبته برضو يختمر. بروح جايه ايه برش رشه دقيق كده صغيره خالص، يعني كده بالمنخل كده، انخليها كده ايه حاجه بسيطه كده بس على صينيه ولا على اي حاجه، او لو يعني مثلا الكاونتر بتاعك نضيف مثلا ممكن تحطي عليه. طيب انا عملت ايه بقى دلوقتي، رحت جايه
فرده شويه دقيق كده على صينيه كبيره، ورحت جايه بقى ايه حاطه العيش كده جنب بعضه، بس ما بتلزقهوش جنب بعضه علشان خاطر برضو بتسيبيه يختمر كمان شويه. يعني ادي كل حاجه حقها كده علشان خاطر تطلع مظبوطه معاكي وتطلع كده ايه تمام. بصوا كده زي ما انتوا شايفين خلصت كده كل الكميه. هسيبها وهرجع لكم بقى، بس اهم حاجه تغطيه، اهم حاجه تغطيه. برجع بعد شويه كده وهوريكم ان شاء الله بعد ما يختمر بيبقى عامل ازاي. يعني ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ما تيجوا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شايفين فطير يا جماعه ما شاء الله، الله اكبر، حاجه كده تشرح القلب. تعالوا مع بعض كده. ولعت البوتاجاز وحطيت طاسه هنا وطاسه هنا علشان ما ناخدش وقت كتير وما نقفش كتير على البوتاجاز، فنعمل كل الكميه دي في ثواني كده، يعني ما نقفش كتير. فقومي كده تنشطي. طبعا اولادي كانوا عايزين سندوتشات من بره، فاللي هو طبعا ايه سندوتشات يا جماعه؟ عيب يا جماعه والله العظيم انتوا كده بتغلطوا فيها خالص. يعني اجيب لكم سندوتشات من بره والشيف قاعد هنا في البيت؟ يعني بصوا، اللهم لك الحمد. يعني دي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان انا احب المطبخ واحب وقفة المطبخ. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فيعني مش شيف قوي، يعني اللي هو على قدي، حاجة كده على قدي. بس ليه اروح اشتري الحاجة من بره وانا مش ضامنها عاملة ازاي؟ طب ما انا ممكن اعملها في البيت وبقل سعر وحاجة بسيطة، بس كل اللي فيها بس ان انتي بتتعبي شوية من وقفة المطبخ، بس مش اكتر من كده. بس عارفة لو حبيت المطبخ واخدتي كل حاجه كده ايه اللي هو بحب كده وبصي وراحه نفسيه، بالله يا بنات ما هتحسوا باي حاجه خالص، هتحسي كده وهتشعري كده براحه جميله جدا جدا جدا. بصوا شايفين كنت بحط واحده تلو الاخرى واشيل واحده تلو الاخرى وهكذا، يعني شغاله كده من هنا لهنا، واشيل واحده من هنا واحط واحده هنا، اشيل واحده من هنا واحط واحده هنا. فبصوا حاولي بقى على قد ما تقدري ان انت ممكن تعملي وانت قاعده مع اولادك بالليل كده للمدارس، ممكن تعمليها تعملي الفينو، كل حاجه متظبطه معاكي. طيب انا بشتري فينو من بره على فكره، ما اضحكش عليكم والله العظيم. يعني بصوا اللي هو بقى ايه بريح نفسي فاهميني. فطبعا ايه هي بنوته واحده بس اللي في الدراسه، فطبعا انا ايه بجيب الفينو كده على قدها، فاللي هو مش شرط بقى ان انا اقف كتير وكده. فاللي هو العيش دوت بينفع الكل، بينفع كل افراد العيله اللي في البيت. مثلا لو بنتك رايحه الكليه، لو رايحه الجامعه، رايحه مثلا دروس، رايحه اي مكان، فممكن تعملي سندوتشات لاولادك كلهم. طيب هم قالوا لي احنا عايزين نشتري السندوتشات من بره، فانا قلت لهم ايه هنعمل السندوتشات هنا، فخليكم معايا ان شاء الله هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. انا بس قلت اهم حاجه بس الاول، يعني اول حاجه بدات بيها بعد ما خلصت كده ترويق البيت وخلاص نظمت البيت كله، فقلت بقى ايه نعمل العيش الاول. اهم حاجه نعمل العيش الاول ونجهزه، وبعد كده نشوف هنعمل اكلتنا ايه التانية. فخليكم معايا ما تروحوش في اي حته، وهوريكم بقى ايه الشيف سماح هتعمل لكم ايه النهارده. بس ليا طلب بسيط جدا 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 عندكم كده من ايديكم الجميله كده، زي ما قلت لكم كده تحطوا لي اللايك والشير والسبسكرايب يا حبايب قلبي، علشان خاطر قناتي تكبر بيكم باذن الله تعالى، تفرحوني تسعدوني، تخلوني ان انا اكون سعيده جدا جدا ان انا بعمل لكم الحاجات دي في عز الحر يعني الشديد دوت، وانا بعمل لكم كل حاجه بتحبوها وكل حاجه ايه اولادكم يحبوها. شايفين ما شاء الله كميه حلوه جدا 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 من 3 كوبايات دقيق، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وخرجنا كده ايه كميه جميله جدا ومحترمه وحاجه نظيفه وريحه طعم جمال عسل، حاجه كده تحفه، حاجه ايه فاخر من الاخر. تعالوا مع بعض كده بقى ايه هنظبط العيش كده ونرصه في بقى اكياس ولا اي حاجه علشان خاطر بقى ايه ندخل نعمل اكلتنا النهارده. طبعا زي ما انتم شايفين التوابل والفلفل وجزر والكرات وبطاطس، حبايه من البطاطس، وطبعا البصل وتوم والفول المدشوش. كنت جايبه معاكم بقى ايه ربع كيلو فول مدشوش كده من المشتريات بتاعه السوق، وقلت بقى ايه نظبط الدنيا. صراحه الاكله دي كان نفسي اعملها من زمان، واولادي بقى قعدوا يقولوا لي عايزين سندوتشات من المطعم ما اعرفش ايه والحوارات دي، فقلت طب ليه نعمل لهم المطعم في البيت ونجيب لهم المطعم جاهز لحد هنا بسلطاته وعيشاته، بصوا طعمياته وحاجاته، بصوا كل حاجه جاهزه. طبعا وانتوا عارفين برضو ان انا كنت مجهزه بقى ايه فول، عامله برضو فول مدمس وحطاه في الفريزر. فطبعا هنخرج فول، هنعمل لهم سندوتشات فول وطعميه، احلى سندوتشات فول وطعميه. شوفوا انتوا بقى السندوتش بكام وهيكلفنا كام، وشوفي انت هتعمليه بكام في البيت، واحسبي الحسبه، وما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، تحفه وحاجه روعه من الاخر. بصوا بقى البهارات دي بقى هي دي السر، اللي هو بقى بنحط ايه بحط ملح، فلفل اسود، كمون، بحط كاري، بحط كركم، توم باودر، بصل باودر، وبحط كمان معلقه من ايه بقى الحواوشي. انا عايزه اقلب لهم السندوتشات دي حواوشي يا جماعه.
فطبعا هتحطي معلقه كده من الحواوشي وتظبطي الدنيا. طيب تعالوا بقى مع بعض كده. هل مثلا انا عملت مثلا ربع كيلو الفول هناكله دلوقتي؟ لا، هنعمل وهنشيل كمان في الفريزر، يعني هنفرز وهناكل وهنظبط الدنيا، نتغدى ونتعشى ونفطر، وكمان هنحط في الفريزر زي ما انتوا شايفين كده. حطيت في بولات كده وببدا احطها في الفريزر. وانا برضو بحب اخزن الفول والطعميه في بولات عشان خاطر اكون عارفه ايه اللي موجود عندي بالظبط. بروح جايه ارصهم كده جنب بعض واكون عارفه ان ده الفول ده الطعميه، بخرج منهم على طول. مثلا لو انا هعمل الصبح بروح مخرجه بوله من الطعميه وواحده من الفول، وبحطهم على رف من التلاجة. من بالليل لحد الصبح ما شاء الله بقوم بلاقيه فك كويس معايا، وببدا احط الطاسه على نار كده ونظبط فطارنا كده على السريع. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وتعالوا مع بعض كده حباب قلبي نغسل كده المواعين. طبعا بقى انتوا عارفين دربكه الفول بقى ودربكه الطعميه والحوارات دي، فقلت بقى نغسلهم الاول كده غسله مظبوطه، وبعد كده بقى نحمر الطعميه علشان خاطر الطعميه لازم تكون سخنه. هي مش طعميه بقى، هي حواوشي. صراحه اقسم بالله الطريقه دي تحفه تحفه. انا كنت حاطه الكرات يا جماعه مع الخضره، ما بحطش خضره كتير فاهميني، بحط كام عود كده، وبحط كمان الكرات دوت اجمل حاجه تعملي بيها الطعميه، توديلك الطعميه كده في مكان تاني. فطبعا بعد ما خلصت كده الحوارات دي، فقلت ما ينفعش ان انا احمر الطعميه قبل كده لما اظبط المطبخ قدامي، الحوض بقى والرخامه وكله والمواعين كمان، ونظبط الدنيا ونعمل الطعميه كده على رواقه عشان خاطر بقى نعمل سلطاتها وطحيناتها وحاجاتها. وبصوا يعني مش قادره اقول لكم بقى على الطعم والجمال. فشوفي مثلا انت ممكن تعملي بقى السندوتشات دي لاولادك من بالليل، اللي هو بقى وانت قاعده مع اولادك كده اعمليهم كده اخر النهار وبتذاكري وتراجعي لاولادك. قومي عجيني العيش، سيبيه يختمر، سيبيه شويه يرتاح شويه 10 دقايق، وبعد كده قومي قطعيه لكور كده وسيبيه يختمر حوالي نص ساعه، وبعد كده غطي عليه وسيبيه يعني فاهمه. تعملي كده وترجعي تذاكري مع اولادك وانت قاعده معاهم كده بتتسلي. فبالتالي مش هتحسي بوقت خالص ولا مجهود ولا اي حاجه خالص. وطبعا طاسه تيفال على النار وعلى السريع تظبطي العيش. حطي العيش في اكياس وسيبيه لحد الصبح. بقى بتيجي الصبح تروحي مخرجه الطعميه من الفريزر وتعملي لهم بقى احلى طبق سلطه، وتروحي جايه مظبطه الدنيا وتظبطه المسائل. دوت بقى انا بصوا حاطه هنا الزيت، وحاطه حبايه من الطماطم ومقطعه كده عليها فلفل حراق، ومظبطه الدنيا علشان خاطر نحط طبق الفول. طبق الفول انا مخرجاه من الفريزر من بدري، يعني مخرجاه من الصبح كده. ده هتتغدي طعميه؟ هتغدى طعميه. انت لو في مشوار بره وبتجيبي سندوتشات الطعميه، معلش انا هوريكي كميه السندوتشات اللي انا هعملها. وطبعا لو رحتي على اقل مطعم واشتريتي كميه السندوتشات دي، شوفي هتدفعي فيها مبلغ كام، واحسبي الحسبه كده. هسيبك انت تحسبيها مع نفسك. يعني ربع كيلو الفول المدشوش يعني مثلا ب10 جنيه ولا اي حاجه خالص. 10 جنيه هتجيبي بيهم فول مدشوش، وهتجيبي كمان الخضره والحاجه بتاعتك هتجيبيها ب5 جنيه، وشويه توابل بقى من البيت وكده. كده انت ظبطت الدنيا، وبصلايه وقرن فلفل ومثلا جزرايه، اي حاجه موجوده عندك كده حبشيها كده كويس وظبطيها وكتري الكميه بتاعتك. هتلاقي نفسك ما دخلتيش في 25 جنيه فهماني. فطبعا عملتي كميه محترمه. معلش لو انا اشتريت كميه الطعميه دي اللي انا عاملاها، هتشتريها من بره بكام؟ شوفي انت هتشتريها، وهسيبك برضو تحسبيها كده مع نفسك. يعني احسبيها كده مع نفسك وشوفي انا يعني كده ماشيه الدنيا تمام ولا لا. بصوا بقى، انا حطيت كده الطعميه وببدا اقلبها كده حبايب قلبي. صراحه بقى كانت حاجه روعه كده، بس مش عارفه كانت ماسكه شويه. هي دي اول مره اعملها، بس هي كانت ماسكه شويه. لكن جيت عملتها بعد كده ما شاء الله، يعني عملتها في العشاء ما شاء الله تحفه تحفه تحفه. يعني ما اخدتش معايا وقت. تعالوا بقى نفتح العيش كده، نفتح كميه العيش اللي احنا هنحتاجها. بصوا شايفين ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بالله يا بنات العيش حاجه كده روعه، حاجه كده تحفه. ابدأي بقى يلا كده اكتبي الطريقه، يعني حاجه بسيطه خالص. 3 أكواب من الدقيق، هتحطي عليهم شويه ملح، يعني ربع معلقه ملح، هتحطي عليهم معلقتين سكر او 3 معالق سكر على حسب، وهتضيفي عليهم بقى الخميره وتدوبيهم كويس، وتضيفي الدقيق. لو احتاجتي ميه بتزودي ميه تاني. بصوا حبايب قلبي، ادي كده طعميه وسلطه طبعا والفول بتاعنا، وقطعنا كده طماطم وخيار وفلفل. هنحط كده شويه من السلطه كده زي ما انتم شايفين، وهنحط بقى شويه سلطه برضو على الفول بتاعنا. وهنعمل هنحط الطعميه على السلطه دي.
بصوا كده زي ما انتم شايفين، بحط الطعميه كده بهريها افتتها كده، وبعد كده ايه بحطها على السلطه. وبرده هحط كده ايه حوالي حبيتين برده على الفول، بحيث ان هي تدي ايه سندوتشات الفول طعم يعني. شوفي بقى ايه، احسبي الحسبه كده وشوفي هتشتري كميه السندوتشات دي من بره كده بكام. طيب لو رحتي مطعم مثلا، طبعا بيحصل في الغدا بتروحي تجيبي مثلا لو مكسله ومش قادره تعملي حاجه، فبتنزلي المطعم تجيبي منه ايه سندوتشات. فاحسبي انت الحسبه وشوفي كده وادعيلي. بصوا كده حباب قلبي، ببدأ كده ايه احشيه كده حشوة محترمة كده معتبرة، حاجة كده ايه شغل فاخر من الاخر. ما تيجوا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بصوا بقى هخلص كمية السندوتشات المحترمة دي، وشوفوا بقى انتوا الكمية. على فكرة انا ما عملتش العيش كله، على فكرة انا عملت بس ايه يعني ايه حوالي نصه كده. فصراحة يا بنات والله العظيم يعني بصي لما بتعملي الحاجة في البيت كده، اي نعم مثلا بتتعبي شوية، بس بتحسي كده ايه بمتعة وراحة نفسية مش قادرة اقولك عليها. نخلص بقى ايه كمية السندوتشات بتاعتنا كده، وبصوا بقى نعمل بقى سندوتشات الفول الجميلة القمر دي. والله العظيم يا بنات كانت جميلة جدا جدا جدا، يعني حاجة كده طعامة لذيذة، جمال، خفة، نظافة، يعني بصي ريحة وتوفير، يعني بصوا نظافة وريحة وطعم وتوفير وكل حاجة. بصوا شايفين الكمية ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حشيها حشوة معتبرة، وادي باقي الاكل اللي حابب مثلا ان هو يزود.